السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده عن مترو اسكندريه. خلاص يا جماعه، الحكومه اصدرت قرار ان هيلغوا القطر بتاع اسكندريه ده خالص، وده شيء جميل، وهيعملوا مكانه مترو. ده شيء في وجهه نظري ليه مميزات كتير. اول حاجه، هيخلوا شكل اسكندريه ارقى. تاني حاجه، المترو امن من القطر. تالت حاجه، المترو اسرع من القطر، يعني مشوار انت مثلا بتروحه بالقطر في ساعه، المترو ده هيوصلك بنص ساعه بس. رابع حاجه، هيضيفوا اماكن جديده فيها مترو، تمام؟ فده هيزود الاتاحيه بتاعت استخدام المترو. خامس حاجه، انا واحد مثلا بركب مواصلاتي بحر، مشروع من على البحر، اكتشفت ان مفيش مواصلات في الوقت ده، فخلاص طب هاخد المترو خلاص بقى متاح بالنسبه لي، وهاخد المترو وانا ضامن ان انا هوصل، مش هتاخر على المشوار بتاعي. فزود الاتاحيه اكتر للناس، بحيث ان انت مثلا شارع ابو قير وجمال عبد الناصر زحمه، لا خلاص انا هاخد المترو. فدي شيء جميل وله مميزات كتير، فالناس تفرح، اهل اسكندريه تفرح بالمشروع ده. المشروع ده كويس جدا الصراحه. طيب يا جماعه، هما اضافوا مناطق جديده هيعدي عليها المترو ده. اضافوا 5 مناطق، اضافوا ميامي ومحمد نجيب وكفر عبده وسبورتنج وباب شرق. والمناطق دي راقيه جدا، وده دليل ان المترو هيبقى راقي ونضيف. واحنا دورنا ان احنا نحافظ على المترو وما نوسخوش، ونحافظ بالنظام، ونبقوا عقلنا خلاص راقي، تمام؟ ومبقاش فيه اي هرجله، ونحافظ فعلا على المترو ونخليه مواصله امنه وجميله وما فيهاش اي مشاكل. طيب يا جماعه، في ناس اعتمادها الاساسي على القطر. طيب الناس اللي اعتمادها الاساسي على القطر عشان تروح شغلها او مشاويرها، هتعمل ايه في الفتره دي؟ لسه اصلي المترو ده هيتفتح في 2025. طيب من هنا ل 2025 الناس دي هتتحرك ازاي؟ الحكومه عملت الاتوبيسات دي بتتحرك في مسارات معينه، تمام؟ حرفيا بتتحرك في كل حته. فانا هسيب لك المسارات اللي بتتحرك فيها الاتوبيسات الجديده دي، واعرف انت طريقك ازاي، واظبط حالك، خلاص مالكش اي حجه. الاتوبيسات دي ان شاء الله باذن الله هتكون نظيفه وبمواعيد وكل حاجه منظمه باذن الله. طيب يا جماعة، بإذن الله أول ما يبتدوا المرحلة التانية من المشروع هيعملوا المسارات دي. أول مسار هو بيقولك من سيدي جابر المحطة هيعدي على طريق الحرية وهكذا لحد ما يوصل لأبو قير، ده كده مساره. بعدين في العكس بقى، من أبو قير لتوسن للإصلاح معرفش إيه لحد ما يوصل إيه لسيدي جابر المحطة. يعني كل مسار فيه رايح وفيه جاي. المسار التاني هو بيقولك من سيدي جابر المحطة وهيعدي برضه على طريق الحرية، بس أكيد في اختلافات بقى. وبعدين إيه فاكتوريا شارع الجلاء وهكذا. المسار التالت اهو الموقف الجديد، وبعدين شارع قناة السويس وهو محمد نجيب معرفش ايه لحد ما يوصل لابو قير. ونفس الكلام المسار الرابع، ده كل ده في المرحلة ايه التانية. المسار الخامس، المسار السادس، كل ده في المرحلة التانية، طبعا رايح جاي. طيب المرحلة التالتة هو بقى بيقولك من الموقف الجديد وهيعدي على قناة السويس، وهو تاني مسار اهو، تالت مسار زي ما قلت لكم كله رايح جاي. رابع مسار اهو من استجابة المحطة لحد المنظرة، والعكس صحيح، المنظرة لحد استجابة المحطة. خامس مسار كرموز اهو لحد الساعة، ومن الساعة لحد كرموز. سادس مسار، سابع مسار، وبس كده. وبكده يا جماعه نكونوا خلصنا فيديو النهارده. اتمنى اكون فدتكم ولو بشيء بسيط. وفي نهايه كل فيديو انا بحب اقول كوت يمكن استفاد منه وافيد الناس منه. الكوت بتاع النهارده هو: عيش كل يوم كانه اخر يوم في عمرك. ولو انت فعلا نفذت الكوت ده هتستفاد كتير، لانك لو انت حسيت فعلا ان خلاص النهارده اخر يوم، هتعبد ربنا حق عبادته، في نفس الوقت مش هتنسى نصيبك من الدنيا. وبكده فيديو النهارده خلص. ما تنساش تتفرج على الفلوجات اللي فاتت والفلوجات اللي جايه، وتعمل لايك واشتراك وتعمل شير عشان تفيد الناس. سلام.